ايوه حبيبي. اتأخرت ايه؟ انا يعني قفلت معاك وانا نازلة من اوبر، ويا دوبك طلعت السلم وفتحت الباب بس. لا 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 لا، ده مفيش، ده انا ما خدتش نص دقيقة. لا لا لا، يا دوبك قلقت عليا، ازاي بس؟ قلقت في ايه؟ ده هي نص دقيقة. يا قد كده بتخاف عليا؟ طيب بص، اديني دقيقة واحدة بس، يا دوبك هشرب كوباية مية واكلمك على طول. ايه يا جماعة؟ ايه اللي بيحصل ده؟ استهلاك للمشاعر، استهلاك فظيع للمشاعر في فترة التعارف أو فترة الخطوبة. هي ماشية يعني معاه في كل دقيقة بتقوله حصل ايه، وهو كمان بيقلق عليها لمجرد ان هي ما كلمتوش فترة ما هي طالعة السلم. لو هي تعبت سنة بس كده يعني بس كده الدنيا تقوم وما تقعدش، ويجري لو في نص الليل يجي جري عشان يجيب لها بس أعشاب للكحة. وبعد كده بعد الجواز المسؤوليات بتزيد، وبياخدوا على بعض، بيبقى شايفها بالليل وشايفها الصبح وهي شايفاه في كل وقت. بتبدأ الاهتمام الرهيب ده يقل، وبيبدأ هو يقول انت ما عدتيش زي الأول، وهي كمان بتقول انت ما بقتش زي الأول، انت ما كنتش بتعمل معايا كده. وتبدأ الخلافات. لو سمحتوا بشويش شوية على بعض، بلاش أفورة في المشاعر.